المشكله اللي حصلت بين الارثوذكس وبين البروتستانت لما واحد مات، العريس والعروسه اللي ماتوا وراح عشان يتصلى عليهم في كنيسه الارثوذكس، رفضوا ان يصلوا على واحد مسيحي من نفس الدين لانه مخالف نتيجه اختلاف في العقيده. والكنيسه الارثوذكسيه طلعت بيان، والبيان ده منشور. وكان من ضمن ما قيل في هذا البيان ان مساله الدين ومساله العقيده لا تتنافى مع السلم، ان نتعايش سلميا. نفس الكلام اذا كان هما الاثنين طائفتين في نفس الدين مختلفين مع بعض، مختلفين وبيكفروا بعض. معلش لحضرتك، يعني هو بيقول لي ده انا ليا معايير في مساله ملكوت السماء ومين اللي هيدخل الجنه، والراهب او الكاهن الذي في الكنيسه تعلم وتربى على ذلك. الذي يخالف الذي يخالف العقيده الارثوذكسيه لا يدخل في ملكوت السماء، يعني كافر. حلو. هم بيكفروا بعض، واخد بال حضرتك؟ محدش ممكن اختلاف ولا يزوجوا. اشمعنى؟ هل انا هسال حضرتك سؤال؟ ما انا هضيف لحضرتك. هل انت سالت واحد هنا مسيحي انت ايه عقيدتك تجاه المسلمين؟ هقول لك ما حصلش. ما انا هقول لك ليه. اشمعنى هذه الاسئله لا تسال المسلمين؟ والله لا جاوبك. المهم بالله لا جاوبك. عارف ليه؟ لانه ما عنديش انا الحزب الارثوذكسي، التيار السلفي الارثوذكسي عمل حزب، ولا التيار الكاثوليكي عمل حزب. لا في، دول بيخشوا احزاب عاديه. حضرتك في هل انت خفي عليك التسريب بتاع الانبابوله في الكنيسه وبرتب منظم الانتخابات ويحشد المسيحيين للتصويت للمصريين الاحرار حتى يسقطوا حزب النور؟ هل ده مش حزب؟ مش ده تأييد للكنيسه، تدخل في السياسه مباشر؟ مش معنى يعني المسلمين اللي احنا الحيطه الواطيه يعني الحزب النور ده اللي محطوط تحت الاسبوط هو حزب الصلاح حزب مسيحي ما ينفعش. يمكن يعني مش عايزين انا ارى خايفين من النور. احنا حضرتك داخلين البرلمان مش هنعمل احنا مجمع اديان. هو ليه دين وانا ليا دين، ولكن نتعايش في سلم. حلو. وله حقوقه كامله.